في الجزئين اللي فاتوا من لوكال 58 شفنا 5 اختراقات حصلوا في البث الانالوج للقناة دي، 5 اختراقات كانوا ارعب من بعض، كلهم بيدوروا حوالين فكرة واحدة وهي ايذاء البشر وانهاء حياتهم. والطرق اللي كانوا بيحاولوا ينفذوا بيها الهدف بتاعهم ده كانت مختلفة متنوعة ما بين إيذاء مباشر ليهم وما بين الأوامر النفسية المرعبة اللي بتخليهم يؤذوا نفسهم بنفسهم، بس في النهاية هتفضل في طريقة من الطرق اللي حاولوا يؤذوا الناس بيها وهي إيذائهم عن طريق الأمر، واللي شفنا إنه ظهر مرتين لحد دلوقتي، وظهوره كان بيبقى ليه دايما علاقة بالموت. بس ما زلنا لسه عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده وعن المخلوقات الغريبة اللي ظهرت في أول اختراق شفناه، وفي الفيديو ده هنكمل استكشاف في الاختراقات المرعبة اللي حصلت في القناة دي. ازيكم؟ أنا عبد الله ودي قناة انفورميشن فور اول اللي بتتكلم عن كل ما هو غامض وغريب. قبل ما نبدأ ما تنساش تجهز سماعتك وحاجة تاكلها أو تشربها وأنت بتتفرج وتصلي على النبي، ويلا نبدأ الفيديو. بما ان اخر اختراق شفناه كان الفيديو التاني في الموسم التاني واللي كان النوم الحقيقي او المثالي واللي يعتبر رعبنا كلنا بسبب الرعب النفسي والاوجه المرعبه اللي ظهرت فيه، فتعالوا نكمل ونشوف اخر فيديو في الموسم ده، وللمره دي الاختراق اللي يحصل ده هيكون مختلف شويه عن بعض. كالعادة وزي كل مرة القناة بتتعرض للاختراق بعد ما بتبدأ انها تعرض برنامج من البرامج بتاعتها، وللمرة دي القناة كانت مخططة في الجدول بتاعها مجموعة من البرامج اللي هتتعرض في نص الليل، واللي كان اولهم برنامج اسمه مراقبة السماء. الظاهر كده ان البرنامج ده كان هيتكلم عن الفضاء ورصد الاجرام السماوية زي الكواكب او النجوم، وفعلا البث فجأة وقف لمدة قصيرة استعدادا لبدء البرنامج ده، واللي لاحظنا ان الموسيقى بتاعت البرنامج اشتغلت وظهر قدامنا عنوان البرنامج مع اسم الشخص اللي كان هيقدمه واللي كان اسمه هانك هايدمان، وخليك فاكر الاسم ده كويس عشان بعدها فجأة الموسيقى والصورة يشوشوا ويظهر قدامنا مشهد متصور من كاميرا عادية مع نفس العنوان بتاع البرنامج الأصلي. الظاهر كده ان الجهة الغريبة اللي بتخترق البث كل مرة تعمدوا المرة دي انهم يخترقوا البث بشكل ملحوظ في ميعاد عرض برنامج الفضاء ده، ويستبدلوه بشريط فيديو متسجل بواسطة شخص مجهول كان بيرصد الأجرام السماوية، وكأنهم كانوا عايزين يعرضوا حاجة معينة للمشاهدين تم رصدها بواسطة الشخص ده، زي ما تعمدوا برضو قبل كده انهم يظهروا موت الشخص اللي كان سايق العربية لما وقع ضحية في ايد المخلوقات الغير البشرية دي، وبرضو زي ما تعمدوا انهم يظهرون القمر بتأثيره المميت على البشر. وده معناه ان احنا حاليا مقبلين اننا نشوف حاجة غريبة ليها علاقة بالفضاء تم رصدها بواسطة الشخص المجهول ده، فتعالوا نكمل ونشوف الشخص ده كان بيحاول يرصد ايه. أظن إن احنا حاليا بدأنا نتوقع بنسبة كبيرة إيه الغرض من الاختراق ده، وبدأنا نتوقع برضو إن الشخص اللي بيصور بالكاميرا ده فيه حاجة غلط ومش منطقية تماما. زي ما شفنا قدامنا كده الشخص ده في البداية بدأ يعمل زوم أو يقرب الصورة من 3 نقط منورين في السماء على خط مستقيم، واللي كانوا عبارة عن 3 نجوم معروفين في الفضاء بيتسموا بأورايونز بيلت أو بيتسموا برضو بحزام الجبار، وبعدها قرب الصورة من مجموعة من النجوم برضو
اسمهم كوكبة الثريا. لحد هنا يعتبر كل حاجة طبيعية جدا، ويمكن كمان جه في بالنا كلنا ان ده مجرد شخص عادي جدا هاوي للفلك وبيحب يرصد النجوم دي. بس اللي حصل بعد كده غير كل توقعاتنا تماما، بحيث اننا شفنا ان الشخص ده بدأ يغير العدسة بتاعة الكاميرا بتاعته ويوجهها ناحية القمر، ونتفاجئ كلنا بانه وصف القمر ده بانه عبارة عن عرش كيان معين. وده في حد ذاته كلام غريب ومرعب، ويخلينا نقلق ونبدأ نشك في ان اللي بيصور ده قد يكون عبارة عن مخلوق غير بشري من الاساس، وانه تعمد انه يورينا القمر بالوصف الغريب ده عشان يلفت انتباهنا بان القمر ده يعتبر عرش لكيان او مخلوق غير معروف بيتم تقديسه بوسط المخلوقات الغريبة دي. او ممكن نتوقع توقع تاني خالص ونقول ان اللي بيصور ده عبارة عن انسان زينا عادي جدا، بس متسيطر عليه بواسطة المخلوقات الغير البشرية دي، او بالتحديد متسيطر عليه بواسطة القمر. وزي ما عرفنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان الاختراقات دي دايما بتحاول تعرفنا ان القمر ده مش مجرد صخرة بتدور حوالين الارض، وانما ده عبارة عن كيان شيطاني، كيان ليه وعي خاص بيه وبيراقبنا من فترة كبيرة، ويعتبر جه دلوقتي الميعاد اللي هيحاول فيه انه يظهر لنا حقيقته المرعبة دي. بس يا ترى كان ايه قصده بان القمر ده عبارة عن عرش؟ هل في مخلوق او كيان اسطوري قديم موجود على القمر، وان في فئة او جماعة من البشر موجودين من زمان وعارفين بوجود الكيان ده والمخلوقات الغير بشرية اللي موجودين معاه وبيقدسوهم؟ ولا ده مجرد وصف اتكتب على القمر عشان يزودوا اهتمام المشاهد بالقمر؟ وعشان نقدر نعرف السبب بشكل اوضح شوية لازم نسأل السؤال المهم في الموضوع ده، وهو ايه علاقة النجوم اللي شفناها في الاول دي؟ وليه الشخص او المخلوق ده تعمد انه يبدأ يوريهم لنا قبل ما يورينا القمر؟ لو جينا دورنا كويس في الميثولوجيا والاساطير والنظريات المتعلقة بالنجوم اللي احنا شفناها دي، هنكتشف ان النجوم دي مش مجرد نجوم عشوائية، وان البشر زمان وحاليا بيتعاملوا مع النجوم دي بالتحديد معاملة خاصة شوية. فلو جينا بصينا على الميثولوجيا او المعتقدات او الخرافات بتاعت بعض الحضارات القديمة، طبعا تعمدت ان اقول عليها خرافات عشان اضايق بعض الناس اللي بتتفرج، طبعا اعتذارات الحارة لسنيور فاشو مقدم محتوى الميثولوجيا والالحاد ومقادير القوة، اللي كل لما ينكشني في فيديو عنده يحط صورتي بسرعة ويشيلها، فحبيت اعلمه ازاي النكش الصح بيتعمل. المهم ان في الميثولوجيا المصرية كانوا بيعتقدوا ان النجوم اللي بتشكل حزام الجبار دي مرتبطة بأوزوريس، واللي كانوا بيعتقدوا انه اله الموت والبعث، وان روح الفرعون لما بتموت لازم تمر من هناك. ده غير ان بيتقال ان الاهرامات الثلاثة اللي احنا عارفينهم يعتبروا اتبنوا بمحاذاة الثلاث نجوم دول، وفي نظريات بتقول ان الاهرامات دي عبارة عن ادوات اتصال بكيان موجود هناك عند النجوم دي. ولو جينا بصينا على الحضارة اليونانية فحزام الجبار بالنسبة لهم او حزام اورايون متسمى على اسم صياد عملاق. صياد عملاق كان بيطارد 7 بنات بيحاولوا يهربوا منه، واللي في النهاية زوس انقذهم منه وحولهم لعنقود نجمي متكون من 7 نجوم موجودين في السماء، اللي اتسموا باسم بليادس او كوكبة الثريا. وبيتقال برضو ان اورايون اللي هو العملاق الصياد ده حول نفسه لكوكبة نجمية عشان يفضل برضه ملاحقهم حتى بعد ما هربوا منه في الفضاء. ده غير ان بعض نظريات المؤامرة اللي الناس بتحب تجري وراها بدون اي ادلة علمية بتقول ان كوكبة الثريا دي فيها كيانات متطورة بتراقب البشر من آلاف السنين. ولو هنربط بقى الكلام ده كله باللقطة اللي احنا شفناها دي، فهنتوقع ان بنسبة كبيرة ان عرض النجوم اللي شفناها في الاول دي ما كانش مجرد شيء عشوائي، وانما كان متعمد عشان يعرفوا المشاهد ان في كيانات بتراقب البشر، وانهم حاليا مرتبطين بطريقة ما بالقمر اللي بيدور حوالين الارض ده، اللي يعتبر دلوقتي على حسب الكلام اللي احنا شفناه ده يعتبر عرش لكيان مجهول غالبا بيتم تقديسه بواسطة مجموعة من البشر او بواسطة المخلوقات دي ذات نفسها. بس تعالوا نكمل ونشوف الشخص المجهول ده هيرصد ايه تاني. الظاهر كده من اللي احنا شفناه قدامنا ده ان ده مش نفس القمر اللي احنا متعودين نشوفه كل يوم.
بحيث زي ما شفنا قدامنا كده الشخص ده غير العدسة بتاعة الكاميرا بتاعته عشان نتفاجئ كلنا بانه بدأ يرصد سطح القمر بتفاصيل غريبة اول مرة نشوفها، وكأن سطح القمر كان عبارة عن أنسجة غريبة ومش مجرد فجوات موجودة بسبب النيازك اللي وقعت عليه من زمان. ده غير اننا لاحظنا ان التراب اللي موجود على القمر بيتحرك عليه بنظام معين، وكأن القمر عليه رياح نشطة في الوقت ده. في حاجة غلط ومش منطقية بتحصل. ازاي القمر ظهر بالمنظر الغريب ده؟ هل العدسة اللي الشخص ده مركبها على الكاميرا بتظهر حقيقة شكل القمر اللي محدش بيعرف يشوفها بعين المجردة، ولا القمر في الوقت ده فعلا كان شكله متغير بالمنظر الغريب ده؟ بس هنلاحظ ان بعدها الشخص هيبدأ يرصد حاجة غريبة موجودة على القمر. أظن اللي احنا شفناه دلوقتي ده ما كانش حاجة عادية تماما، والمشاهد اللي احنا شفناها قدامنا دي محتاجة تتحلل وتتفهم أكتر من كده. فتعالوا نحلل المشاهد اللي احنا شفناها دي واحدة واحدة. زي ما شفنا قدامنا كده الشخص المجهول ده بعد ما غير العدسة بتاعة الكاميرا تاني لقيناه راصد حفرة غريبة موجودة على سطح القمر، واللي كان فيها شكل غريب عبارة عن دوائر متوصلة ببعضها وكأنها رموز غريبة ومش مفهومة. والأغرب من كده إن كان في سهم غريب بيشاور لمكان معين على القمر، بس بعدها لاحظنا إن في صوت غريب بدأ يظهر والقمر بدأ يختفي تدريجيا من الكاميرا، عشان نلاقي إن القمر اختفى فعلا من السماء وظهر فجأة بشكله الغريب والمرعب ده، بس المرة دي كان حجمه أكبر من الأول وكأنه قرب من الأرض بطريقة كبيرة وغريبة ومش منطقية. لو ركزنا كويس في الصوت اللي ظهر لما القمر قرب بالمنظر ده وصفارات الإنذار اشتغلت، هنسمع نفس صوت صرخات الناس اللي سمعناها قبل كده في فيديو تقرير الطقس اللي شفناه قبل كده. وده اللي يخلينا نتوقع بنسبة متوسطة إن شريط الفيديو اللي بنتفرج عليه دلوقتي ده اتصور في نفس الوقت اللي هيئة الأرصاد الجوية كانت بتحذر الناس من إنهم يبصوا للقمر في الليلة دي بشكل مباشر. وهنا هنضطر نسأل سؤال مهم، وهو ليه الشخص المجهول ده كان خارج يصور القمر في الوقت ده؟ واعتقد ان الاجابه بتاعت السؤال ده بقت واضحه ومعروفه، وخصوصا ان القمر لما ظهر بالقرب ده لقينا ان الشخص ده ظهر قدام الكاميرا، واللي الظاهر كده اننا اكتشفنا انه شخص بشري عادي جدا، اللي لاحظنا انه رفع ايده للقمر كدلاله انه بيقدس القمر ده. وده يفهمنا ان الشخص ده كان فعلا يا اما متسيطر على عقله او انه من جماعه كانت موجوده وبتقدس القمر وعارفين بحقيقته المرعبه دي. أو ممكن نقول إن الشخص اللي ظهر قدام الكاميرا ده عبارة عن مخلوق غير بشري، وإنه عايش وسطنا عادي جدا ومتنكر في هيئة بشرية، ولما جه الميعاد إن القمر يكشف عن شكله الحقيقي خرج هو والمخلوقات اللي كانوا معاه واللي كانوا برضه متنكرين على هيئة بشرية في هجوم مرعب على البشر علشان يعلنوا عن ولائهم للكيان المرعب ده. وفي الآخر بتظهر كلمة بتقول للمشاهدين إن هم يبتهجوا بالمنظر اللي قدامنا ده، وكأنهم كانوا مستنيين ظهور الكيان الغريب ده أو مستنيين إنه يتحول لشكله الحقيقي بعد آلاف من السنين اللي كان ظاهر لنا بشكل تاني خالص. وفي النهاية البث بيرجع تاني للقناة، اللي بنلاحظ إننا دلوقتي في نهاية برنامج مراقبة السماء اللي كان المفروض إنه يتعرض مع صورة لكوكب الأرض متصورة من القمر، واللي تعتبر تاني صورة بنشوفها متصورة من سطح القمر ظهرت على القناة دي، واللي شفناها أول مرة في فيديو الرسالة الرئاسية المزيفة اللي ظهرت للمشاهدين قبل كده. بعد الاختراق المرعب اللي احنا شفناه ده واللي خلانا دلوقتي نتأكد بنسبة كبيرة ان القمر فعلا كيان واعي وشيطاني بيراقب الارض من آلاف السنين، واللي نقدر نقول ان من بينهم مجموعة كبيرة من البشر بيقدسوا الكيان ده وعايزين يتسببوا في ان البشر كلهم يخضعوا للقمر ده ويتسببوا في موتهم، وده اللي كان عن طريق اختراقهم للبث التلفزيوني بتاع قناة لوكال 58. جه دلوقتي الميعاد اللي القناة هتبدأ للمرة الأولى إنها تحاول تحمي البث بتاعها من الاختراقات الغريبة والمرعبة دي، وده اللي هنشوفه في الفيديو اللي قدامنا ده، واللي هنعرف فيه إن القناة هتبدأ تغير البث. That is same house. That is same room.
you see? Dead men do tell tales. Will she try to explain it? At all? Well, that I would like to hear, because I can't explain it. But it happened just the same. ظهرت قدامنا الرسالة اللي انتوا شايفينها دي، واللي بتفهمنا ان القناة خلاص هتغير نوع البث بتاعها من الانالوج للديجيتال في الليلة دي، واللي يعتبر دلوقتي صعب جدا انه يتم اختراقه بنفس سهولة اختراق البث الانالوج. وبيعرفونا برضو ان اي تلفزيون مش متجهز للبث الديجيتال، وده يعتبر مستحيل في سنة 2021 اللي القناة دي بتبث الحلقة دي فيها، فهيعاني من انقطاع البث التلفزيوني للقناة دي. حرب مرعبة مستمرة حتى في آخر أيام بث القناة دي. إصرار الجهة الغير بشرية دي على إنهم يخترقوا بث القناة دي مرعب لدرجة إنهم لما حسوا إن الوسيلة اللي بيستغلوها لعرض أفكارهم المرعبة دي هتروح من إيديهم، بدأوا يهددوا البشر بنبرة مرعبة. زي ما شفنا قدامنا كده، بعد ما القناة بدأت تعرض إنجازاتها خلال الفترة الزمنية دي، واللي بدأت من سنة 1938 لحد سنة 2020، واللي شفنا فيها إنها عرضت كمية عروض كتيرة جدا، واللي لاحظنا إن كان من بينهم المسلسل الكرتوني كادافر، وده اللي هيخلينا نفهم دلوقتي إن البرنامج الكرتوني اللي شفناه في الجزء اللي فات ده كان موجود فعلا على القناة. بس الظاهر كده إن الحلقة اللي اتعرضت المرة اللي فاتت دي حصل فيها تحريف وتشويه غريب عشان تظهر بالشكل المرعب اللي احنا شفناه ده. بس المهم إن بعد ما خلاص القناة عرضت كل إنجازاتها خلال السنين دي كلها، جه دلوقتي خلاص وقت تغيير البث من الأنالوج للديجيتال، واللي كان في سنة 2021. واللي لاحظنا ان بعد ما الساعة وصلت 12 والقناة بدأت في تنفيذ اجراءات تغيير البث بتاعها، لقينا ان في تشويش حصل، وظهرت قدامنا رسالة باللوجو والستايل القديم بتاع القناة،
واللي كان مكتوب فيها ان القناة مش هتشارك في التحويل للبث الديجيتال في الوقت ده. الظاهر كده ان الجهة الغير بشرية دي ما زالوا مستمرين في اختراقهم للبث ده ونشر الرسائل المزيفة على القناة، وكأنهم بيحاولوا يوصلوا الرسالة الأخيرة بتاعتهم للمشاهدين، عشان بعدها نلاحظ ان في حد كاتب رسالة بيتكلم فيها عن نفسه، وان اللي حصل ده تعتبر خيانة صريحة ليه. كان بيقول ان هو الشخص اللي انت كمشاهد دايما بتتفرج عليه، وانه كان موجود دايما في كل وقت، عشان بعدها نتفاجئ كلنا بالكلام المرعب اللي هو كتبه ده، واللي كان بيقول فيها عن نفسه ان هو جه عن طريق الشباك او النافذة. ولو ركزت كويس في المصطلح ده فهنلاحظ ان ده نفس المصطلح اللي اتكتب في فيديو تحذير الارصاد الجوية بواسطة الشخص المجهول اللي كان متسيطر عليه، واللي كان بيتكلم فيها عن القمر، عشان نشوف بعدها برضو ان ظهر جزء من رسالة تحذير الارصاد الجوية، وكأنه بيفهمنا مين الكيان اللي بيتكلم ده، واللي الظاهر كده ان اللي بيتكلم ده هو الكيان المجهول ده ذات نفسه، واللي على حسب الفيديو اللي فات يعتبر موجود على القمر، او ممكن نقول ان هو القمر ذات نفسه، وانه حاليا شايف ان تمت خيانته بسبب تحويل البث بتاع القناة من الانالوج سهل الاختراق للديجيتال اللي هيعتبر صعب جدا في اختراقه. بس بعدها البث بدأ يتشوه بطريقة غريبة ومرعبة، وقرأنا كلنا الكلام المرعب اللي ظهر قدامنا ده، اللي الظاهر كده ان اللي كتبوا الرسائل دي هم الطائفة الغريبة اللي بيقدسوا القمر، واللي بيبقوا مسؤولين دايما عن الاختراقات اللي بتحصل في القناة، واللي حرفيا رسالتهم تعتبر نبرة تهديد مباشر للمشاهدين ولقناة لوكال 58 اللي كانوا معتمدين عليها بشكل كامل في نقل رسائلهم النفسية والمرعبة دي للمشاهدين بأمر من الكيان المجهول ده، واللي لاحظنا فعلا ان هم بيتكلموا عن كيان او حد معين، وان لو تم اسكاته فهم هيتكلموا بالنيابة عنه، وده في حد ذاته كلام غريب ومرعب. ولو ربطناه بالكلام اللي كان مكتوب على القمر في الفيديو اللي فات، وان القمر عبارة عن عرش لكيان مجهول بيتم تقديسه، فده هيزود المعنى رعب اكتر من كده، لاننا ممكن دلوقتي نتأكد ان فعلا في طائفة موجودة مكونة من مجموعة من البشر والمخلوقات الغير المعروفة دي، وهيعملوا اي حاجة عشان يساعدوه في الظهور للبشر والتأثير عليهم بكل سهولة. وختموا رسالة التهديد المرعبة بتاعتهم دي بان النجوم اللي في السماء دي عبارة عن عيون مستنية الوقت المناسب انها تفتح، وكأنها اشارة واضحة بان مش بس القمر هو اللي يعتبر الكيان الوحيد اللي مستهدف البشر، وان في اكتر من كيانات تانية بتراقبنا ومستنين الوقت المناسب. ده غير انهم قالوا برضو ان في مستقبلين تانيين، ودي يمكن يكون معناها على الرغم من ان البث الانالوج بتاع القناة ده هينتهي، فما زال في طرق تانية للوصول للبشر ولعقولهم وفرض السيطرة عليهم، عشان نلاقي ان في وجه غريب مش واضح الملامح وفاتح بقه ظهر قدامنا، والصورة شوشت. وفي النهاية بتظهر قدامنا رسالة تحذير موجهة من الحكومة الفيدرالية الأمريكية، بيحذروا فيها الناس من إن أي حد هيستقبل إشارات بث المحطات التلفزيونية بدون ترخيص فده هيتسبب في عواقب شديدة وغرامة بتوصل لحوالي 150,000 دولار. تحذير متأخر جدا وصل للمشاهد بعد ما شاف كمية الرعب النفسي اللي حصل على القناة دي، وكأن الحكومة الأمريكية ما كانتش عارفة تصد الهجمات المرعبة اللي كانت بتحصل على القناة طول السنين دي كلها، وقرروا في الوقت ده إنهم يظهروا بشكل قانوني لما نوع البث الأنالوج اتحول أخيرا للديجيتال. وده في حد ذاته يفهمنا إن اللي بيحصل ده حاجة فوق قدرة البشر في الاستيعاب، وإن البشر مش هيقدروا يصدوا الهجوم المرعب اللي بيحصل لهم بواسطة الصخرة الميتة اللي بتدور حوالين الأرض من آلاف السنين، واللي اكتشفنا دلوقتي إنه عبارة عن كيان شيطاني مستقل بذاته، أو ممكن نقول إنه عبارة عن عرين لكيان مجهول بيتم تقديسه بواسطة فئة من البشر وغير البشر، وجه دلوقتي ميعاد ظهوره وفرض سيطرته المرعبة دي على البشر. بكده قناة لوكال 58 خدت الخطوة المهمة في مسيرتها، واللي هي تأمين البث التلفزيوني بتاعها من الاختراقات اللي كانت بتتعرض لها طول السنين دي كلها. بس الظاهر كده ان ده استفز الكيان الشيطاني المجهول واتباعه، وانهم ما زالوا مستمرين وبيحاولوا انهم يكملوا خطتهم الشيطانية دي على البشر، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الاجزاء اللي جاية من سلسلة قناة لوكال 58. بكده نكون خلصنا الموسم الثاني من قناة لوكال 58، واللي انتهت بتحويل القناة من الانالوج للديجيتال، وده معناه ان الاختراقات هتبدأ انها تقل او تتمنع بشكل كلي. بس لسه القصة ما انتهتش لحد كده، لسه القناة ما زالت واقعة تحت خطر الكيان الشيطاني ده واتباعه. لسه هنشوف مناظر غريبة ومرعبة بدون اي اختراق يحصل البث بتاع القناة دي، مناظر هتتعرض للعامة بطرق تانية، وده اللي هنعرفه في الفيديوهات الجاية من قناة لوكال 58. ولو انت وصلت لحد هنا فما تنساش تعمل لايك لو الفيديو ده عجبك، وتشاره مع اي حد مهتم بنوعية الفيديوهات الغريبة والمرعبة دي. ولو كنت بتتفرج على الفيديو ده بدون ما تشوف الاجزاء اللي فاتت فانصحك تتفرج على الجزئين اللي قبل كده عشان تقدر تفهم القصة المرعبة بتاعت القناة دي والكائنات المرعبة اللي مستهدفينها. واشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.